دلوقتي هو ده كل اللي حصل. طب مش يمكن يكون مضغوط في شغله او انت مزعله في حاجه؟ لا، احمد اتغير ومبقاش يسمع على نفسه ويتعصب عليا من اقل حاجه. طب مش يمكن يكون انت عاندتيه في ردك قبل كده فما بقاش يتفاهم معاكي بسبب عندك ده؟ دي ما كانتش مره في عيد جوازنا، وما اظنش ان ده يوصلنا للحل اللي احنا فيه ده. مره؟ طب ما تحكي لي كده. كان يوم عيد جوازنا، هو كان عايز يخرج معايا، بس انا في يومها رحت عند ماما. هو بصراحه كان عامل حساب ان احنا نخرج مع بعض، بس انا عملت اللي في دماغي ورحت عند ماما. طب وانت من ساعتها ما اعتذرتلوش؟ بصراحه لا. شفتي بقى؟ عشان كده هو متغير معاكي. الست مهما كانت ما ينفعش تكسر كلام جوزها مهما حصل. ماشي يا عصام، بس انا ما رحتش عند حد غريب، دي ماما. حتى لو امك، الراجل لازم يحس ان هو راجل وكلمته مسموعه. العند ما بيولدش غير المشاكل، واغلب مشاكل الطلاق ما بتجيش غير منه. بس انا كده ما عانيتش. لا انت كده بتعندي، رغم ان انت عارفه اليوم ده عيد جوازكم. عايزاه يتعامل معاكي ازاي؟ يعني انت يا اخويا عايز تقول ايه؟ بصي يعني انا هديكي نصيحه، اتعاملي معاه زي ما انت نفسك اللي هو يعاملك. فالراجل راجل والست ست. انت بقى يا بنت الحلال دورك اللي انت تقومي تعتذري له. حاضر يا اخويا.